إلى الرسول الكريم لا لإشعال الفتنة. فكر العدل كنيسة القديسين في الإسكندرية ليشعل فتنة تمزق مصر وتمرر مسلسل التوريث، فقامت مصر بثورة أطاحت به وخلعت رئيسه، والتقي في ميدان التحرير أطهر وأنبل شباب مصر. سالت دماء مينا دانيال يوم جمعة الغضب، فحمله أخيه الشاب السلفي طارق الطيب ليصبح رفيق ثورة تنادي بالحرية والكرامة والعدالة الإنسانية لجميع المصريين. ظهرت مصر على حقيقتها في ميدان التحرير عندما اتحد الجميع بغض النظر عن فكرهم السياسي وعقيدتهم الدينية، لأن همهم واحد وهدفهم واحد وطريقهم واحد. لم يكن أي منا يشعر بالإيمان إلا في ميدان التحرير، برغم رصاصات الغدر التي حصدت أنبل وأطهر شهدائنا مصطفى الصاوي ومحمد بسيوني والشيخ عماد عفت والدكتور علاء عبد الهادي ورامي الشرقاوي وعاطف الجوهري وسالي زهران، لكننا قدمنا روحنا فداء لوطننا. واليوم نستعيد روح ميدان التحرير مرة أخرى في رفض الإساءة للرسول الكريم في الفيلم الساقط الذي يحاول تيري جونز وعصابته عرضه في أمريكا في ذكرى 11 سبتمبر ليرسل رسالتين عنصريتين. أولها للغرب ليبرر احتلال القوات الأمريكية للعراق وأفغانستان وقتل قرابة مليون إنسان في أكبر مذبحة عرفها التاريخ، والثانية للعالم الإسلامي ومصر من أجل تأجج الفتنة بين أبناء الوطن الواحد. قد تنجح رسالة جونز في الغرب لكنها حتما ستفشل في الشرق، لأن مصر الآن ليست مصر بل مصر مبارك بل مصر الثورة. وتؤكد حركة مينا دانيال إدانتها الكاملة لأي محاولة للإساءة إلى الرسول الكريم، بل وإدانتها لمن يقف وراء هذا الفيلم الساقط المشهور. ونقول لمجموعة موريس صادق وفرقته إننا نشعر بالعار منكم ومما تفعلونه، وإن الحركة تعتزم تقديم بلاغ للنائب العام ضد هذه المجموعة المشبوهة حركة مينا دانيال 11 سبتمبر.